بكم مستمعي الكرام وحلقة جديدة من البرنامج. عزيزي المستمع، يسعدنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع الدكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك. دكتور مجدي، برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذة إيمان، وأهلا ببرنامجنا المميز في إذاعة الوادي الجديد، محطات في حياتي. دكتور، محطة حضرتك عشتها وحضرتك يعني بتحب تسافر كتير، فعشت كثير من المحطات، وإن السفر طبعا بيكسب حضرتك الكثير والكثير من الخبرات. زي ما بيقولوا السفر ليه 7 فوائد. النهاردة محطة هنتكلم عنها اللي هي سفر حضرتك لدولة تركيا. هنتعرف بقى مع السادة المستمعين على المحطة دي، جغرافيا تركيا، عاداتها وتقاليدها، الصناعة، الزراعة، المعالم السياحية، التعليم، يعني جوانب متعددة هنتعرف عليها من خلال رحلة حضرتك لدولة تركيا. بنقول ان تركيا جزء منها بيقع في غرب اسيا، جزء تاني بيقع في جنوب شرق اوروبا، عاصمتها انقرة. كلمنا يا دكتور عن محطتك في تركيا، كانت سنة كام وامتى وتفاصيلها كانت ايه؟ اتفضل. أنا سافرت تركيا كان في شهر 12/24 و 2024. 2024. وطبعا بلد جميلة جدا، من البلاد اللي تحس فيها كدولة أوروبية آسيوية زي ما حضرتك قلت. وهي من البلاد اللي بتحس فيها ب يعني عايزين نقربها شوية أستاذ إيمان بإسكندرية عندنا في مصر. حتى المطالع والمنازل والشوارع اللي موجودة في اسكندرية بالظبط موجودة في تركيا. يعني انت تقرب في جغرافيتها من تركيا بقى، قصد حضرتك؟ في التصميم بتاع الشوارع والثقافة والعراقة بتاعت اسكندرية موجودة بالظبط في اسطنبول. يعني البنايات والهندسة المعمارية برضو قريبة من اسكندرية جدا. والجو هناك والمناخ يعني زي مصر، بس بيختلف في المناطق الجبلية والمناطق اللي هي فيها الهضاب، ودي بتوصل هناك للسلوك زي عندنا هنا بتبقى في سانت كاترين وكده. الجو حتى في الشتاء هناك كانوا بيبقوا ماشيين لانهم متعودين على الجو والمناخ الشتوي ده. ودي كان لها تأثير. زي ما انت حضرتك قلت، السفر 7 فوائد. انا بستفاد ان انا بعرف الثقافة بتاعت الدولة اللي انا مسافرها. طبعا. بشوف العادات والتقاليد عندهم. هي عندهم زي اي مكان، بس هم عندهم الحاجة المزعجة ان ما بيتكلموش مع حضرتك الا باللغة التركية. بيعتزوا بقى بلغتهم وثقافتهم جدا، ودي بتبقى فيها معاناة في التعامل. لازم تشغلي بقى المترجم عشان تقولي لهم انت عايزة تشتري ايه او عايزة تروحي فين او الحاجات دي. طب المفروض اللغة الانجليزية بتبقى وسيط، يعني هل هم ما عندهمش ثقافة اللغة الانجليزية؟ عندهم بس ما بيتكلموش بيها. هم زي ما حضرتك قلتي بيعتزوا باللغة التركية بتاعتهم. يعني عارفين لغة انجليزية كويس؟ عارف، مش كلهم. ممكن عشان كده بيضطر يلجأ للتركية يعني. لكن لو في وسيط قوي عندهم، ما هو لو اللغة الانجليزية قوية هيستخدموا الوسيط ده عشان يعرفوا يعني يتواصلوا مع الآخرين. بتلاقي حتى في الفنادق وانت بتتعاملي في الريسبشن او كده هي اللغة التركية. دي اللغة الرئيسية بتاعتهم الرسمية. بس في بعض اللغات بقى زي الكردية، وفي مناطق اللي فيها العرب منتشرين بتبقى فيها اللغة العربية تمام يعني. تمام. يعني نقدر نقول متمركزين العرب في مناطق معينة. في مناطق معينة فيها عرب، في محلات العرب مصريين على سوريين على جزائريين كده، يعني بيبقوا منتشرين قوي في كده. ودي بقى حضرتك الدولة التركية تعتبر الدولة 37 على مستوى العالم
من حيث المساحة. بس الجانب الآسيوي فيها بيمثل 97% من مساحة البلد يعني. يعني اغلبيتها في اسيا، جزء بسيط جدا في اوروبا. الجانب الأوروبي اللي هم بيقولوا عليه تراكيا الشرقية هناك، ده شمال غرب تركيا، وده 3% من المساحة، وحدودها بتكون مع اليونان وبلغاريا. تركيا 7 مناطق جغرافية: مرمرة، بحر إيجا، البحر الأسود، وسط الأناضول، شرق الأناضول، جنوب شرق الأناضول، والبحر الأبيض المتوسط. الجبال هناك طول ما انت ماشية في رحلاتك السياحية، وخاصة من اسطنبول، جزيرة الأميرات وكذا حاجة بقى، الجبال هي اللي بتسيطر على معظم مظاهر البحر. الأراضي المنخفضة بتبقى موجودة في المناطق الساحلية. ومش عايز أقول لحضرتك الاهتمام بالمظاهر الحضارية، حتى الجبال زرعينها، الجبال الصخرية زرعينها ولا هي في بتبقى جبال بطبيعتها كده خضرة؟ دي طبيعتها أصلا. وفي مناطق هم بدأوا يستصلحوها ويزرعوها، بحيث ان هي اللي بيبقى ماشي متحرك بعربية او متحرك في الاتجاه للمزارات بتاعتهم، بيشوف الشغل بتاعهم حلو قوي، بيستفادوا. عارفة حضرتك لو في مثلا جابوا الأستاذة إيمان كانت كاتبة مثلا على صخرة من 10 سنين، عاملين لها زي المزار، عاملين لها كده سور وعاملين لها مكان كأن ده مزار. يعني بيستفادوا بأقل الإمكانيات عندهم، بيعرفوا يبرزوها كويس جدا. واخده بال حضرتك؟ تمام. طب حضرتك قبل ما ننتقل قلت لي بيزرعوا الجبال، هل هم خلصوا السهول؟ ما بديهي الإنسان يبدأ في السهل ثم ينتقل للجبل؟ ما هو عندهم المناطق عموما ما بين ارتفاعات ومنخفضات بيستفادوا منها. الارتفاعات زي ما انا قلت لحضرتك بيستفادوا منها بزراعات الاشجار والزراعات اللي هي اللي بتتسلل على الجبال. اما المناطق الاخرى بتحسي قد ايه بنظافه الاماكن، بالاهتمام في الشوارع بالنظافه، بالبيئه المحيطه وانت ماشيه، سواء من الفندق لاي شارع تقسيم او تحسي فيه ان انت كانك بالظبط وسط البلد في القاهره او محطه الرمل. ده عمل تقسيمات قريبه جدا من مصر يعني. جدا. هناك في المناطق الجبليه المرتفعه قوي اللي بيبقى فيها ثلج 120 يوم في السنه. عدد السكان وصل 85 مليون نسمة. تمام. وهي يعني في اتراك 75% من السكان، في اكراد، الاكراد دول حوالي 20%، وفي اعراق اخرى بقى زي العرب والغجر والشركس ودي حسب التقديرات اللي موجوده والبحوث اللي كانت موجوده واللي كان بيشرح لنا عن الجماعات الموجوده في تركيا. يعني انا كنت اول مره اعرف ان عندهم غير اللغه التركيه، اللغه الكرديه والعربيه، اللغه الزازيه واللغه الشركسيه. فدي كانت بالنسبه لي لما سمعتها من المصاحب لنا في الرحله كنت اول مره اعرف. الدين الاسلامي هناك 99.8%. ده الدين الغالب يعني جدا. ده يعني قليل قوي اللي بتلاقيهم يهود او مسيحيين. بس السياحه تعتبر هناك. انت عارفه يا استاذه امان، احنا عشان ننزل من الطياره لغايه ما نخرج من مطار في اسطنبول خدنا 1.5 ساعة مشي. 1.5 ساعة مشي. 1.5 ساعة مشي جوه المطار. كتير جدا. ومش عايز اقول لحضرتك يعني لو انت ما عندكيش
الدرايه باللغه الانجليزيه او التركيه مش هتعرفي تخرجي من المطار. ده المفروض يعني يبقى فيه زي ما بيقولوا ايه، علامات ارشادية. ما هي في علامات ارشاديه، بس اللي لازم يجيد اللغه الانجليزيه عشان يعرف يخرج، زي ما بقول لحضرتك، من ساعه لساعه ونص حسب سرعه الانسان ومشيته يعني. والمطار نفسه وانت ماشيه فيه عباره عن لوحه زجاجيه مدموجه بقى باللوحات الثقافيه عن تركيا وكده. ذكاء. يعني شايفه ان هم عارفين يسوقوا لنفسهم كويس بناء على حضرتك اللي بتقوله ده. يعتبر المطار رقم 1 في العالم، مطار تركيا اسطنبول. هم عرفوا ازاي يطوروا من ثقافتهم ومن جذب السياحه عندهم، لان انت عارف حضرتك ان هم يعني بعد الربيع العربي اللي كان في نهايه 2010 كان في بقى يعني هجرة قسرية من الدول العربية، سوريا والبلاد الأخرى اللي كان اندلع فيها مشاكل، وكله كان بيتجه لتركيا لأن هي قريبة جدا من هذه الدول. تمام. تركيا اتصنفت طبقا لصندوق النقد الدولي الأكبر في العالم اقتصاديا، الرقم 17. ليها تصنيف متقدم يعني. لأن هي عندها الصناعة، الزراعة، التجارة، الخدمات. ومن الحاجات المهمة جدا يا أستاذ إيمان ولازم الناس تبقى عارفاها، إن هم كل يوم بيحاولوا يطوروا من نفسهم، بيطوروا من قطاع السياحة، بيطوروا لان هم بيصدروا القماش والملابس والحديد والفواكه كتير جدا. ويعني لما تخش السوبر ماركت ما بيختلفش عن السوبر ماركت او الماركت الموجود في مصر، لا بس النهارده السياحه دي من انشط القطاعات الموجوده، وده ان دل على شيء يدل على ان هم بيهتموا بيها لانها ليها تأثير على الاقتصاد. طب يعني الطبيعة ماشي، هنتكلم عن الطبيعة، لكن تقدر بناء على كلام حضرتك يعني هم متفوقين في السياحة وفي الصناعة وما إلى ذلك، اقتصادهم قائم بالدرجة الأولى على إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك النهاردة على الرغم من ان هم قلنا من الاقتصاديات المتقدمة، بس كان في مجموعة من السياسات اللي هي حصلت في أعقاب 23 لأن كان حصل عندهم تدهور اقتصادي في البلاد، وده إن دل على شيء دل على إن حتى كان الفترة اللي أنا سافرت فيها كان الليرة التركي بتساوي جنيه مصري. اوكي، ده من سنة الكلام ده، حضرتك قلت سنة 2024. فضل مستمر الليرة بجنيه مصري. هم عرفوا ازاي ان هم يسيطروا على العناصر اللي موجودة عندهم والمشكلات والازمات، ان هم يحولوا كل حاجة عندهم الى تكون حاجة موجودة ليها يعني قيمها ليها منفعتها، بيعرفوا يسوقوا لأبسط الامكانيات جدا. بس يعني من ضمن الحاجات يعني الغريبة ان هم في يعني النهارده حضرتك يعني شمال تركيا قلنا البحر الاسود، والشمال الشرقي جورجيا، ومن الشرق ارمينيا واذربيجان وايران، ومن الجنوب العراق وسوريا والبحر الابيض المتوسط، من الغرب البحر المتوسط وبحر ايجا، من الشمال الغربي اليونان وبلغاريا. شوفي الحدود بتاعتها عامله ازاي، شوفي قد ايه ان مضيق البسفور اللي هو موجود موزع بين قاره اسيا واوروبا، قد ايه هم مهتمين بالمنطقه المحيطه بيه وازاي استفادوا بيه جغرافيا وسياحيا.
دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية. حضرتك كنت هتتكلم بقى عن الطبيعة في تركيا. الطبيعة هناك يعني زي ما بيقولوا حاجة كده خلابة. يعني دايما لما بنيجي نقول ان في مرتفعات شاهقة وفي سلاسل الجبال، وكان الرحلات دايما بتعتمد على ان هم يودونا الاماكن اللي فيها زي جزيرة الاميرات. في ناس سكان فيها في الجزيرة دي، نتحرك بالباخرة ونروح في خلال ساعة ونوصل لها. عارفة حضرتك وانت نازلة تحس ان ايه، هو احنا رايحين بدري ولا الناس لسه ما صحيتش، ولا لا هم ليهم يعني بروتوكول كده وليهم اسلوب حياتي، وكلهم بيتحركوا بالعجل ده في جزيرة الاميرات ولا في تركيا كلها؟ اكيد في الجزيرة دي مش كده؟ في جزيرة الاميرات. بيتحركوا بالعجل. كله هناك بالعجل، لان مفيش عربيات كتير بتتحرك هناك، لان كله بالبواخر بيتحركوا من الشاطئ الاساسي اللي هو من اسطنبول لغايه ما بنوصل للمناطق. وحضرتك قلت احنا صاحيين بدري ليه؟ اعتقد هم شعب يعني ما بيتاخروش في النوم بتاعهم ولا ايه؟ لا 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 لا، احنا رايحين واصلين الساعه 9. بس هم يعني بتعرفي ان البيوت بدأت تفتح الشبابيك وتبدأ الحركة من الساعة 9:30. يعني قعدنا مثلا عشان نبدأ نشوف الناس بتتحرك جوه الجزيرة 9:30 كانوا بدأوا يفتحوا في كافيهات مفتوحة وفي ناس قاعدة، بس مش الكل بيتحرك زي ما انت متخيلة كمنطقة. اسطنبول ما بتنامش، لان عندهم بيعتمدوا الاعتماد الاساسي في البيع والشراء على المنتجات اللي بيصنعوها والبناء المنتجات اللي بيبيعوها. طب يعني هم بطبيعتهم كأتراك بيصحوا بدري، بس الجزيرة دي ليها كده خصوصية زي ما حضرتك بتقول؟ ليها شكل وليها خصوصية وليها نظام، ويعني وبيستفادوا من بقول لحضرتك يعني هم التماثيل مثلا في تمثال على شكل عروس البحر، عاملينه كده باسلوب كده وبالوان، بحيث ان انت في الاول والاخر بتخش تتصوري. برضك عشان تبقى عارفه المطار اللي احنا اتكلمنا عليه ده، يعني المطار الدولي في اسطنبول ده يعني المطار رقم 3 بعد مطار اتاتورك ومطار سبيحة. جزيرة سبيحة بقى واللي انت تروحي فيها وتتحركي وتطلعي المرتفعات وتشوفي بقى جمال الطبيعة وجمال الجبال، زي ما انت حضرتك قلتي ان في زراعات بتطلع موجودة في على الجبال. يعني بالمناظر خلابة. الشلالات حتى لما بتتصوري وبتاخد الصور بتاعتها بتستمتعي وانت بتتصوري هناك. يعني كان ورونا مسجد اسمه بسم الله الرحمن الرحيم أورتكاوي، ده يعني على جسر البسفور، من اهم الاماكن السياحيه اللي لازم حضرتك تروحي وتزوريها. ليه؟ يعني موجودة هناك المنطقة دي فيها يعني عراقة وفيها آثار من العهد العثماني ومن بداية الدولة التركية. يعني في مثلا قصر توبكاني، ده نمط معمار وديكورات، ويعني بيقولوا انه في خزاين مجوهرات جواه، وفي غرف المخصصه للنساء والخدم، وتخش جوه تشوف قد ايه الزينه وقد ايه الالوان الجميله. في كان جامع الازرق ده يعني كان في القرن ال17 قبل الميلاد، اتعرف المسجد ده بجمال المعمار بتاعه. الحوايط، البلاط بتاعه ازرق، البلاط
ازرق، ما فيهوش نقوش ولا زخارف ولا كده، بس احلى حاجه فيه ان اللون الازرق اللي موجود في البلاط بتاعه في الارضيات عامله تحفه. في متحف ومسجد آيا صوفيا ده كانت كاتدرائيه وتحولت لمسجد على يد محمد الفاتح. يقال انه قبل ما يكون كاتدرائية كان مسجد ايضا. ممكن يعني قبل ان يتحول لمسجد على يد محمد الفاتح كان كاتدرائية، وقالوا قبليها كان مسجد برضو زي ما حضرتك قلت. وده من الحاجات الجميلة قوي اللي انت تخش حضرتك يعني تستمتعي بالفنون التركية والإسلامية جوه المسجد ده. وفي بقى النوعيات المميزة، السجاد الجميل، السجاد الكبير جدا اللي جاي من كل أنحاء العالم، الآثار والمعالم الإسلامية، المخطوطات والمصاحف القديمة من فترة العصور الإسلامية الموجودة. يمكن حضرتك مركز أكتر في السياحة، أنا شايفة إن حضرتك بتتكلم عن السياحة الدينية أكثر ما يكون. بس هي دولة إسلامية ما فيهاش يعني في مثلا ماشي يعني مثلا من أكثر الأماكن جذبا في السوق المسقوف، هو اسمه كده السوق المسقوف. وده بعدد الشوارع بس اللي جواه حسب ما عرفنا من الراجل اللي كان مصاحب لينا 60 شارع، مقاهي ومتاجر بقى 5000 متجر موجود، وده موجود على مساحة 47,000 أو 50,000 متر. السوق ده ليه 6 أبواب، باب بايزيد، باب السوق، باب محمود باشا، اللهم ذكرها، باب المنجدين، باب نور عثمانية، باب برجو. والسوق ده المسقوف ده كان من 1455. كبير يا دكتور على اللي حضرتك بتقول عليه، يعني 6 أبواب يبقى كبير جدا. ده موجود في وسط مدينة اسطنبول. تمام. ومش عايز اقول لحضرتك المجوهرات والتحف والاكسسوار والهدايا التذكارية اللي موجودة الناس وهناك بيبيعوا، ما مثلا يعني فصال بقى زي موجود هنا في مصر. من اجمل الحاجات برضك اللي شفناها حضرتك كانت حديقة اتاتورك. ودي من اجمل الحدائق، يعني نباتات، اشجار نادرة، ودي مساحتها يعني ممكن تكون وصلت لحوالي 60,000 متر مربع. على ذكر جمال الطبيعة، أنا شايفة إنه أي بيوت أو حتى العمارات لازم بيكون قصادها مساحة جنينة غالبا. هي دي اللي بتدي جمال الطبيعة. يعني أنا لازم يكون حاجة زي كده. يعني دي من جمال الطبيعة إن أنت تشوفي الزراعات وفي نفس الوقت موجود حتى الاهتمام، بعض الأسوار الزجاجية اللي بتديكي يعني بتديكي راحة نفسية وانت بتتفرجي على المية، على الشجر، على الزرع، على الجبال اللي فيها الشلالات الموجودة دي، بتبقى ليها حاجة جميلة قوي. طيب، هو احنا كده للأسف وقت برنامجنا انتهى، لكن الحديث عن تركيا لا يزال مستمر. هنعمل مع حضرتك حلقة قادمة إن شاء الله، نتواصل في الحلقة القادمة. دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك، شكرا ليك يا فندم، نورتنا. شكرا أستاذ إيمان، وشكرا للعاملين في إذاعة الوادي الجديد وبرنامج محطة. نعم، شكرا لكم مستمعين.